مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك. مساء الخير يا فندم. بسخن بستعد انا يا فندم. بسخن يا استاذ سيف بستعد. طب يا فندم، قفلت حضرتك الاوضه والمفتاح وكله تمام؟ تمام، تحت امرك، اتفضل. النهارده لقاء مهم جدا. النهارده صحيت الصبح كنت لسه بتكلم على تصريحات مصطفى، يعني ما مش عارف اللفظ، بس يعني التوفيق ما كانش حليفه فيها، التوقيت صعب شويه. انا مش عارف هل الكلام ده فعلا مظبوط، هل في حديث بينه وبين حضرتك، هل الازمه انتهت بالفعل؟ لا، ما عنديش ازمه، واللي بيعمل ازمه هيروح. كلامي واضح. انا لسه انا راجع من النادي دلوقتي، كان السيد نائب رئيس النادي، السيد امين الصندوق، بعض اعضاء مجلس اداره. من حق اي بني ادم ياخد حقه جوه النادي. شغل 2005 لن اسمح بيه. شوشره في الجرايد والشكاوى في الجرايد وسباب بعض في الجرايد، ده مش نادي الزمالك الجديد. مفيش حد فوق المحاسبه، مفيش حد فوق اللوائح خالص، ولا انا. خلي بالك يا استاذ سيف، حضرتك عندك مشكله في الاوضه المغلقه. احنا نسينا من زمان قصص الغسيل القذر ده اللي في الجرايد، نسيناه. اللي هيفكرنا بيه تاني هيتحاسب ايا كان. طب حضرتك هتحلها ازاي يا فندم؟ يعني هو لا، هيتحاسب. اللي صرح هيتحاسب. اللي كتب مذكره لمجلس الاداره عشان يحقق وجري على الجرايد هيتحاسب. ما عنديش كبير. لن اسمح بتاني، قلت كلام واضح، لن اسمح باخطائي انا او اخطاء غيري اللي حصلت في 2005 وهدت نادي الزمالك 10 سنين. مش هسمح. يعني معنى كلام حضرتك ان لو حماده انور غلطان او مصطفى العماري غلطان، الغلطان هيتحاسب ايا كان، ولو انا غلطان هتحاسب. مفيش حد فوق المحاسبه يا استاذ سيف. كلام كويس. هو حضرتك عشان انا رئيس نادي ما اتحاسبش لو غلطت؟ لا طبعا. في لوائح بتنطبق. هو ما حصلش قبل ما اكون رئيس نادي انا عضو عامل. طبعا ما حصلش اتصال بينه وبين حضرتك؟ مشكله مع موظف، مع اداري، مع الجن الازرق في مجلس اداره، لكن مفيش. خد لك حقك، خد لك، ما خدش حقك، مش عاجبك القرار مجلس اداره، اعترض، استقيل اللي انت عايز تعمله. انما شغل اسلام صادق والجرايد والكلام ده مش هسمح بيه في نادي الزمالك. وعلى فكره مكتوب تاني في الدستور نفس الكلام. مش هسمح بيه. والاخ مصطفى انا بعتبره زي احمد ابني بالظبط، هو عارف ده نظامي. يا ما جالنا مشاكل السنه دي كتير، بس تحل فين؟ جوه الاوضه المغلقه. جوه الاوضه المغلقه. هو حضرتك مستفيد انك رايح عند اسلام صادق تقول كلمتين ايا كان بقى حق او باطل في ولد بيشتغل مدير اداري وتقول عليه انه عنده مخالفات اداريه. هو منعك، عشان منعك يبقى عنده مخالفات. طب لو انت عارف انه عنده مخالفات ما تقولش عليها ليه؟ تسطر عليه ليه؟ مظبوط؟ ادي واحد. انا نفسي ما اخشش الملعب. انا بعتبر الملعب ده ساعه التدريب ده غرفه عمليات. راجل دكتور بيعمل عمليه لمريض. ينفع اهل المريض يخشوا الاوضه؟ لا طبعا. ينفع ابوه واخوه؟ ما ينفعش. انا ما بجتمعش مع اللعيبه الا لما بيطلبني اسماعيل والمدير الفني، بيبقى في حاله احباط، حصل هزيمه وعايز اقومهم تاني، فيما عدا ذلك اروح ليه؟ ده الراجل انت مديله صلاحيات بيدرب، وعضو مجلس اداره ما عنده مقصوره فوق، حضرتك بتقعد على الدكه تحت ليه؟ هو في اكتر واكبر قيمه من الكابتن ابو رجيله نفسه لما قعد تحت اتقال له منتهى، وابنه بقى عضو مجلس اداره معانا، اتقال له من فضل حضرتك فوق الراجل طلع من هو ملتزم. لا اللي حصل ده غلط ومش هنكمله، يعني مش هيكمل بالطريقه دي. كويس. حضرتك انك عندك مشكله تجري الاعلام سواء صحافه او موقع او اي حاجه علشان تسيء لاي حد، حتى لو ده غلطان، يبقى انت كده ده حقك ضاع. ليه بقى؟ لانك انت اذا كان واحد اساء لك في مكان مغلق، انت اساءت النادي الزمالك كله في قدام الملايين اللي بيقروا، مش كده؟ مظبوط. تمام. كلام كويس الحقيقه، كلام محترم جدا. راي حضرتك في لقاء النهارده بقى؟ النهارده لقاء مهم جدا. الفوز يعني الكثير النهارده لنادي الزمالك، يعني غير ان هو تاهل نادي الزمالك الدور قبل النهائي، ولكن خلاص ان شاء الله يودي الاهلي والزمالك ان شاء الله باذن الله الدور النهائي. بس عايز اضحكك، بس عايز اعرف حماده طلبه عامل ايه الباكات الشمال دلوقتي؟ كل ما نجهز باك شمال خد بالك وفجاه اصيب، يرجع حماده طلبه شمال تاني. يا جماعه طلبه ده يمين، ده راجل يمين خلاص. من اللعيبه المحترمه قوي. عرفت انه شمال ليه؟ قال لك محمد عادل جمعه اصيب. فانا بصراحه نفسي اشوف حماده طلبه يمين، نفسي اشوفه في مكانه. يعني انا محامي شغالي مهندس، بس لعيب محترم قوي جدا، بس هو الراجل مش مكانه. يعني عشان يعدل من الشمال لليمين ومن اليمين للشمال اكون انا روحت، مش كده؟ فان شاء الله اتمنى الولاد ربنا يوفقهم النهارده. احنا عندنا ماتش مهم النهارده
شاء الله. عندنا ماتش مهم مع سموحه. سموحه فريق قوي جدا على فكره. يمكن هو خسر مننا الكاس المره اللي فاتت، واخد بالك، احنا فزنا عليه بالعافيه. فده فريق بالعكس هم قووه كمان. في لعيبه دلوقتي على اعلى مستوى، اعتقد تمساح، واعتقد احمد اللي هو الهداف، واخد بالك. احمد حسن مكي. نعم، احمد حسن مكي. احمد حسن. لا انا بتكلم على سموحه. انا اسف. واخد بالك. الموضوع ده يا فندم برضه اتكلمت فيه مع كابتن محمد يوسف. عقد خالد قمر في ان هو ما يلعبش قدام الزمالك ولا اول لقاء بس؟ خالد قمر وياسر وشيكابالا كل دول ليه سبب بسيط جدا. انا لما ابيع لاعب خلاص مش عايزه، ما هو ما منتمي ليا. لكن لما يجي لاعب ويرجع لي تاني، هو نفسه اللاعب لو ضيع جون يبقى بيجامل، لو ضيع بلانتي يبقى بيجامل، مش كده؟ لو لعب بكل جهده وجاب جون فيك الجمهور مش هيرحمه. يعني حضرتك متفق ان هم ما يلعبوش قدام الزمالك؟ يا فندم عقد مكتوب. عقد مكتوب على فكره يا فندم. اوروبا بيعملوا كده، يعني هي مش حاجه بقول لك يعني حتى لا يعني حتى قلت لك افرض هو مثلا بيشوط بلانتي وضيعه، هيقول لك ده عشان ده فريقه عايزه يعني الزمالك يبقى في البطوله. طيب افرض هو جاب جون فيك انت، تمام، الجمهور لما يجي السنه الجايه هيقعد يشتمه، مش كده؟ مظبوط. فهي عمليه اخلاقيه قبل تعاقد. لكن انا بكتب في العقود اي لاعب بيتباع خلاص هو حر يلعبه طبعا، لكن لاعب معار ورجع لي تاني لا، ما يلعبش قدام النادي. تمام. كنا سمعنا برضو عن كلام دايما بنسمعه عن خلافات مع الشركه الراعيه الفتره اللي فاتت وشيكات والحاجات دي. الكلام ده مظبوط يا فندم ولا الكلام ده؟ والله بص، الشركه الراعيه داتنا شيكات والشيكات بتتحصل. اول ما الشركه الراعيه تتوقف هعمل لك انا فضيحه في كل الجرايد والمجلات. ما هو ده يا فندم اللي انا كنت متوقعه برضه. انا استغربت. لكن انت عارف ده الراجل ملتزم معانا. فانا ليه نقول الحاجه الغلط؟ هو ملتزم بصراحه. ولغايه دلوقتي وهو ادانا الشيكات بتاع الفتره اللي فاتت كلها. احنا كان شيكات 8 و9 كله خدناه يعني. احنا فاضل وطبعا بنحصلها دلوقتي. لكن لو شيك ارتد هنقول شيك ارتد وهنتكلم معاه. لكن العقد الجديد احنا طبعا جددنا ب 50% زياده، واخد بالك. فلينا حوالي مثلا 14 15 مليون اعتقد في اول 10 ناخدهم باذن الله. ممتاز. الاجتماع اتفضل يا فندم. وبعدين عندنا في شهر 1/1 ان شاء الله عندنا 12 مليون بتوع محمد عبد الشافي القسط الثاني. وبعدين ان شاء الله بامر الله بدون مقاطعه من 1 يناير زي ما قلت لك الى 30 مارس عندنا اشتراكات حوالي 70 مليون. تمام. معلش يا فندم اخيرا، اجتماع لجنه الانديه يوم الثلاث ان شاء الله، وبرضه بنسمع عن كلام على الحاج عامر حسين ولجنه الانديه، ويعني يا فندم مش الحاج عامر حسين، انت عارف اللائحه احنا بنحترم اللائحه. تمام. الحاج عامر حسين ده اللي بتعينه اللجنه. تمام. لجنه الانديه ده في اللائحه. مظبوط. تمام. فما ينفعش يطلع قرارات من غير ما يعرضها اللجنه. يعني ينفع السيد العميد ثروت سويلم يطلع قرارات من غير ما يعرضها على مجلس الاداره؟ لا طبعا ما ينفعش. حضرتك هو تبع اللجنه، حضرتك يجي يأجل ماتش يقدم ماتش يعرض على اللجنه، واللجنه ما عندهاش مشكله بتثق فيه ثقه مطلقه. راجل شغال وعنده كفاءه. انما الواحد يصحى من النوم يأجل ويقدم ويأجل ويقدم ويأخر، لا احنا مش طراطير ومش هنبقى طراطير. لا انا مش قصدي على التقديم يا فندم، قصدي ان اللجنه يعني هتجدد فيه ثقه ولا في هناك خلاف؟ هتجدد فيه ثقه طبعا. تمام. كلام كويس جدا. بس انا بقول لك هو الخلاف في ايه؟ حضرتك اعرض. يعني ثروت سويلم ممكن يبقى عنده وجهه نظر زي المجلس بس يقدر ياخد قرار. لا ما يقدرش. بس يا فندم يظبطها، يعني هو بيسلك، يعني مش هيغلب العمليه. يعني يعرض. يعني اللجنه دي فيها مجلس اداره، واخد بالك؟ فيها على الاقل 2 مثلا من هو بلاش انا. ممكن اكون مش فاضي انا بس عشان انتخابات مجلس الشعب والكلام ده. في اللي هو مجدي اللوزي وفي الاستاذ محمد عبد السلام رئيس نادي المقاصه يعرض عليهم. تمام. بالتليفون. والله انا عندي راي ان نقدم الماتش ده شويه ناخر شويه، ارتباط المنتخب الاولمبي، لا ارتباط اتحاد كوره، ارتباط اسف المنتخب الاول، ما فيش مشكله. انما حضرتك معين بني ادم حتى لو كان متطوع، واخد بالك. ما هو علاء مالد عندي متطوع ما بيقبضش، اصحى من النوم كده الاقيه مثلا مأجل المطوشه وبايع النادي وجايب ترابيزات وشاطب اعضاء، ما فيش الكلام ده. دي مؤسسات بتحكمها لوائح وقوانين. تمام. اتمنى لك يا فندم كل التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله النهارده باذن الله ربنا وفقنا زي ما وفق النادي الاهلي ببارك له. وبكره ان شاء الله الكاس هنسلم الكاس، هنرجعه تاني لاتحاد الكوره، وهتشوف شكل حضاري محترم مش زي الدرع اللي راح مع بتاع الزباله. لا، طلع براعم النادي بلبس النادي من النادي ماشيين حاملين الكاس يسلموه لاتحاد الكوره في شكل حضاري محترم بيقودهم كباتن الزمالك الكبار محمود الخواجه ومحمد صلاح وسامي الشيشيني واشرف قاسم، عشان نبقى بس نقول للناس ان الكاس ده ليه قيمه
والدرع ده له قيمه. لا ده حته حديده ولا حته خشبه، ده جهد لعيبه عرقت وتعبت وتعورت وقامت ومجالس ادارات واجهزه فنيه ما ينفعش يبعتها مع واحد زبال. طبعا. اتمنى لك يا فندم كل التوفيق ان شاء الله، بالتوفيق ان شاء الله اللقاء النهارده وتوفيق انتخابات مجلس الشعب ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا المستشار مرتضى منصور رئيس نادي